ايه ده؟ في حد يشرب الشاي بالطريقه دي؟ ايه رايك كده في شويه شاي بعد الاكل؟ هتظبط دماغك. وفي دايما اللي يقول لك احنا بنحبس الاكل بكوبايه الشاي، تلاقي برضو كده حد طالع يقول لك ايه، لا استنى شويه ما تشربش الشاي دلوقتي، لان شرب الشاي بعد الاكل على طول يكسر الحديد اللي في الجسم. عايز حاجه؟ السلام عليكم. شرب الشاي بعد الاكل بيقلل من امتصاص الجسم للحديد بنسبه 64%. طيب لو انت من الناس اللي دايما بتعاني من الانيميا، يبقى فعلا ما تشربش الشاي بعد الاكل مباشره، استنى ساعتين كده واشرب، لان كده جسمك هيكون استفاد بالحديد اللي موجود في الاكل. ويا ريت بلاش برضو تشربه قبل الوجبه بتاعتك مباشره. يا دنيا، ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ انما لو انت من الناس اللي مش بتعاني اصلا من انيميا، فعادي جدا انك تشرب بعد الاكل على طول الشاي من غير ما تخاف، لان مخزون الحديد في جسمك مش هيتاثر. انت عارف كمان انك لو استخدمت ليمون على الوجبه بتاعتك، انت كده بتدي جسمك فيتامين د، وبالتالي جسمك هيمتص الحديد بصوره افضل، وكمان برضه هيستفيد من كل الحديد اللي في جسمك. ما ينفعش كمان نتكلم على الشاي الا لما نقول انه مشروب الشعب كله، انه من المشروبات اللي فيها مضادات اكسده مهمه جدا جدا للجسم في الحمايه من الجلطات وبعض انواع السرطانات. كمان انك تقدر تشرب كوبايتين او 3 كوبايات في اليوم، ده هيبقى كويس، ولكن خلي بالك انك تبقى من مدمنين الشاي اللي دايما بيشربوه عمال على بطال، لان كتره فعلا بيسبب امساك. خلصت حلقه النهارده، استنونا في حلقات جايه كتيره. سلام عليكم.